النهاردة ان شاء الله حبايبي هنعمل مع بعض المحشي. هنعمل كوسة وبتنجان ابيض وبتنجان اسود وفلفل اخضر. هنجيب نص كيلو من كل حاجة، وهنجيب الخضرة اللي هي شبت وبقدونس وكزبرة حزمتين من كل واحدة، وهنجيب نص كيلو طماطم وحوالي 3 بصلات كبار بصل احمر. هنضرب البصل مع الطماطم في الخلاط ونحطهم في حلة وعليهم نص كوباية زيت ونسيبهم يتشوحوا شوية. هنقور الكوسة والبتنجان الابيض والبتنجان الاسود بالمقورة بالراحة خالص عشان ما تتخرمش، وهنشيل القلب بتاع الفلفل الاخضر الرومي بسكينة صغيرة رفيعة بالراحة خالص عشان برضو ما يتقطعش من فوق. ويبقى كده معانا بقى البتنجان اهو متقور الاسود، والبتنجان الابيض كمان متقور اهو، والكوسة اهي متقورة دول بالمقورة، والفلفل قورناه بايه بسكينة. هنجيب كيلو رز يا حبايبي ابيض ونشطفه كويس قوي، وبعد كده نحطه على الصلصة اللي كنا عملناها دي، ونحط عليه الخضرة كلها ونقلب كويس قوي عشان دي اللي هنحشي بيها بقى المحشي، الرز بالصوص الصلصة ده بالخضرة، وطبعا مع ملح وفلفل وكزبرة ناشفة وكمون. دي التوابل اللي بنحطها على الخلطة بتاعت المحشي. وبعدين بنروح حاشينه بالراحة بالراحة كده بايدنا بصبعنا وبايدنا كده لحد ما ايه نملى الحاجة، نملى الفلفلاية او نملى الكوساية او نملى البتنجانية، بس مش ملو لحد الاخر، ملو بسيط يعني لغاية 3/4 كده، بحيث يبقى الرز مريح جوه الحاجة مش مكبوس كبس جامد. ونروح رصينها في الحلة، بس نحط في قاع الحلة مثلا ايه شرايح طماطم وقلب الكوسة. طبعا يا حبايبي هنجيب شوربة تكون عندنا ونغليها لحد ما تغلي كويس، ونبدأ نسقي بيها المحشي. هنسقيه لحد نص الحلة كده تقريبا. احنا هنسقي المحشي بشوربة مغلية لغاية نص الحلة، بس هنا انا سقيته زيادة شوية، لكن المفروض ان احنا نسقيه لحد نص الحلة بس، وبنوطي عليه خالص ونغطيه لحد ما يستوي تماما بالهنا والشفا.